في منتج قوي فارض نفسه في السوق والناس بتستخدمه على طول، وفي منتج الناس بتعرف عنه تستخدمه لكن مش بصفه مستمره او ما تعرفش عنه الكتير. الفرق بين المنتجين دول شخص بيعمله او شغل شخصي يعني بيعمله، بنسميه البي ام ام او البرودكت ماركتنج مانجر. البرودكت ماركتنج مانجر ده هو الشخص اللي بيربط بين المنتج وبين السوق، مسؤول دايما عن فهم الجمهور وعن اعداد الرسائل التسويقيه، اطلاق المنتج او البرودكت لانشنج زي ما بنسميه، وتحقيق البوزيشننج الصح للمنتج ده. هدفه دايما ان هو يعرف السوق ازاي يستخدم المنتج ده وليه المنتج ده هو الحل بالنسبه لك لو كان عندك مشكله ما. اهم المهارات والادوات للبي ام ام: ماركت ريسيرش، طبعا لازم يبقى عنده مهارات ماركت ريسيرش قويه قوي، والكومبيتيتور اناليسيز، البرودكت بوزيشننج زائد المسجنج، الجو تو ماركت بلانز او استراتيجيز لازم يكون على علم قوي جدا بيها، اداره اطلاق المنتجات، اللانش بلانز او البرودكت لانش بلانز، ادوات التحليل، السيرفيز والهجار والجي اي 4 مثلا، مهارات كتابه وتسويق قويه جدا زي الكوبي رايتنج والستوري تيلينج والكلام ده، تنسيق مع الديزاين والماركتنج والسيلز والبرودكت مانجمنت، يعني توليفه كامله قوي تقدر تتعامل مع كل الديبارتمنتس. ده السلم الوظيفي. في الاول لازم تبقى طبعا في خلفيه ماركتنج، تبقى ماركتنج سبيشالست او شيء، بعد كده برودكت ماركتنج سبيشالست، بعد كده بتوصل للبي ام ام برودكت ماركتنج مانجر، وبعد كده بتبقى السينيور بي ام ام، بعد كده الهيد اوف برودكت ماركتنج، وفي الاخر ممكن تبقى في بي اوف ماركتنج او حتى شيف ماركتنج اوفيسر. متوسطات الرواتب طبعا عالميا على اختلاف حاجات كتير قوي زي ما بنقول، بتبتدي من اول $3000 وبتنتهي بيه الحال لازيد من $6000 على حسب الشركات، وخاصه شركات التقنيه والساس هم اكتر شركات بتقدر تدي الرواتب دي. طبعا مع انفجار منتجات الساس بقى والديجيتال، دور البي ام ام دايما بقى اساس لاي شركه. المنتج لو ما تسوقش صح هيقع حتى لو كان منتج ممتاز او فكره عبقريه وجديده. لو عاوز بقى تمشي في التراك ده او تعمل كارير شيفت للتراك ده، ابدا من الماركتنج والكونتنت والسيلز. اتعلم طبعا برودكت بوزيشننج والجو تو ماركت، مهم قوي انك تتعلم السكيل دي. اعمل دراسات تحليل لمنتجات معروفه، طور مهارات الكتابه والستوري تيلينج، اشتغل على فهم الجيرني بتاعت العميل من اول الاويرنس لحد الريتنشن. البي ام ام او البرودكت ماركتنج مانجر هو الشخص اللي بيخلي المنتج فعلا يتشاف ويتحب ويتباع. استنوني في باقي الحلقات مكملين ومع وظائف تانيه كتير قوي نعرفها، نحدد دايما الكارير المناسب لينا. بالتوفيق للجميع، سلام عليكم.